يا واد يا عصفور، احنا في زمن بيحب المنظره. العياده والوجاهه بقوا اهم من اي حاجه. الناس بقت بتبص للشكل وتسيب المضمون. الناس بقت بتحكم على الناس من الشكل. يقول لك فلان لابس ومتزنفر وشايل علبه السجاير في ايد والتليفون في ايد ومفتاح العربيه، يقولوا عليه ده رجل اعمال، يقول لك عليه ده عليه القيمه. لكن اللي بياكل عيش وماشي جنب الحيط يقول لك عليه غلبان وضعيف وفقير. عندك حق يا عم دمران. انا هعمل اللي انت قلت لي عليه. انا هلبس عبايه ايه؟ وجلابيه عليها لزقه. لزقه ايه؟ اللزقه اللي بيبقى مكتوب عليها السعر، ونزود شويه عشان يبان انه غالي. ايه رايك في ذكائي؟ انت مش ذكي يا عصفور، انت طماع. ايوه انت طماع يا عصفور، انت طمعت في الغباء لوحدك. انت زي ما يكون مش عايز حد يعديك في الغباء. ليه بس يا عم دمران؟ مش انت اللي قلت لي هلبس جلابيه عليها القيمه؟ ايه؟ طيب ما انا هلبس جلابيه عليها لزقه، او الكارت اللي هو مربوط بفتله ده عليه السعر اللي هو القيمه يعني. انت فهمتها كده؟ طب طالما انت فهمتها كده يبقى انت صح وانا غلط. المهم انت اتنيلت ولبست العبايه اللي عليها القيمه والجلابيه، وبعدين؟ لا يا عم دمران، انت كده هتلخبطني. ليه يا ولد؟ انت قلت في الاول ان انا هلبس عبايه وجلابيه عليها القيمه، دلوقتي بتقول لي عبايه. ارسلك على بره يا عم دمران، ما تزهقنيش. انت بتتعصب عليا ولا؟ ما انت حدد يا عم دمران، الجلابيه اللي عليها القيمه ولا العبايه اللي عليها القيمه؟ بس. وما تنساش ان انا عندي تروما عصبيه. حقك عليا يا عصفور، انا بعد كده هتعامل معاك على انك عبيط. قصدي انك مريض نفسي، انت مريض نفسي يا عصفور، عندك تروما. قول لي هتتهبب هتتنيل بعد ما تلبس العبايه اللي عليها القيمه والجلابيه برضه اللي عليها القيمه، هتعمل ايه؟ هركب النضاره والبس المستك واشيل التليفون ابو جراب بيلمع وبلاش سجاير عشان مضره بالصحه. خلاص بلاش سجاير. الدخله الحلوه دي هتدخلها على بهانه وابوها. بالمستك؟ ايوه. وابقى انا اللي سايق؟ ايوه. ايوه، وارفع حصان كده في وش ابوها عشان يعرف ان انا بسوق مستكلات. بس بلاش في زباله عشان الجوازه تتجوز بهانه. طب انت رايك كده يا عم دمران ان ابوها هيوافق؟ لا. طب هو لو سالني انا بشتغل ايه اقول له ايه؟ قول له مستثمر. مستثمر اجنبي؟ ايوه. راجل اعمال يعني يا عم دمراني؟ ايوه يا ولد. هو هيصدق؟ لا. طب لو سالني على السكن يا عم دمراني اقول له ايه؟ انا هسكن بهنا فين غير في حاجات تاني في الجواز، مصاريف زي المهر والعفش والحاجات دي كلها، انا اقول له ايه؟ انت اي حاجه يسالك عليها قول له موجود. الشقه موجود. المهر موجود. طب والارض؟ لا ده بعينك يا عصفور. يا دي النيل يا عم دمران. يا عم دمران يا ابو بهانه راجل طماع زي حالاتك كده، ما يملاش عينه غير التراب والطين اللي هو الارض اللي انت لفتها مني ومش عايز ترجعها لي. يا واد يا عصفور قول له موجود يا واد وخلاص.